قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. ويلا بينا على الفيلم. بيبدا الفيلم مع واحد اسمه انخيل واللي كان شغال مسعف هو وزميله ريكاردو، واللي بيجي لهم اتصال ان في حادثه حصلت على الطريق قريب منهم، وفعلا بيروحوا هما الاتنين لمكان الحادث وبيخرجوا المصابين من جوه العربيات. وبنلاحظ ان انخيل بيستغل ان المصابين مش مركزين وفي حاله صدمه وبيسرق اي حاجه واقعه منهم وبعدها بيبيعها وبياخد فلوسها. وبعد ما بيخلص انخيل الشغل بيروح البيت بتاعه وهناك بيشوف مراته اللي اسمها فاني واللي بتودعه عشان تنزل الشغل بتاعها، وبنعرف ان فاني شغاله مسعفه هي كمان لكن في العيادات البيطريه. وتاني يوم اول ما يرجع انخيل من الشغل بتاعه بتساله فاني عمل ايه في موضوع التحاليل اللي الدكتور طالبها منه، وبنعرف انهم بيحاولوا يخلفوا طفل من مده لكن لسه ما حصلش نصيب. فبيقول لها انخيل ان اكيد المشكله مش عنده وبيبقى رافض يعمل التحاليل، لكن فاني بتتضايق منه وبتزعل وبيضطر ان هو يوافق وبيقول لها ان هو هيروح يعملها بكره. وبعدها بتنزل فاني الشغل وانخيل بيروح عشان ينام على السرير لكنه مش بيعرف ينام من صوت الكلب بتاع جاره واللي دايما بيعمل له ازعاج بالليل. وتاني يوم بيروح انخيل عشان يعمل التحاليل وهناك بيعرف ان المشكله عنده وان التحاليل بتاعته مش كويسه، وبتنصحه الدكتوره انهم يلجأوا للتلقيح الصناعي واللي هيبقى نسبه نجاحه عاليه ليهم. لكن انخيل بيرفض يقول لفاني على التحاليل وبيقول لها ان النتيجه طلعت كويسه وان الدكتوره قالت له انهم ممكن يخلفوا مع الوقت. وبنعرف ان انخيل شخص عنيد وقاسي ومش بيعترف بغلطه ابدا. ولما بيعرض على فاني انهم يغيروا جو ويسافروا، فاني بتقول له ان هي مش هتعرف بسبب الدراسه اللي بتكملها مع شغلها، وبتقول له ان هي بتدرس عن علم نفس الحيوانات. لكن انخيل بيتريق عليها وبيقول لها ان الحيوانات ما عندهاش مشاعر، وبعدها بتسيبه فاني وبتدخل الحمام. وساعتها انخيل بيسمع رساله جايه من التليفون بتاعها، ولما بيشوفها بيعرف ان هي من شخص اسمه روبرتو. وتاني يوم وانخيل في الشغل بيجي لهم اتصال بحادثه قريب منهم على الطريق، ولما بيروح انخيل هو وريكاردو بينقلوا واحد من المصابين للاسعاف عشان ياخدوه للمستشفى، وريكاردو بيكون هو اللي سايق وانخيل بيكون مع المريض. وبسبب ان حاله المريض كانت سيئه بيضطر ريكاردو ان هو يمشي بسرعه جدا بالعربيه، لكنهم بيعملوا حادثه والعربيه بتتقلب بيهم. وبعدها بمده بنعرف ان انخيل اتصاب اصابه خطيره جدا بسبب الحادثه وبقى بيستخدم الكرسي المتحرك ومش بيقدر يمشي، لكن ريكاردو بيكون اتصاب شويه اصابات بسيطه وبقى تمام. وبيفضل انخيل على الكرسي بدون حركه وفاني هي اللي بتعمله كل حاجه، وبتديله العلاج قبل ما ينام وبتعرفه ان هي هتنزل عشان عندها محاضرات. وساعتها بيرن تليفونها وبترد عليه وبتقول له ان هي هتنزل فورا. ولما بيسالها انخيل عن اللي بيتصل بيها بتقول له ان هو واحد زميلها في الدراسه اسمه روبرتو، وبيبقى باين على انخيل ان هو متضايق جدا. وبتحس فاني ان هو شاكك فيها فبتقول له ان هو زميلها في الدراسه مش اكتر، وبتاخد منه المحاضرات اللي بيسجلها واللي مش بتقدر تحضرها بسبب الشغل. وبعدها بتنزل فاني وبيفضل انخيل لوحده في البيت. وبعدها بيحاول انخيل ان هو يلاقي اي طريقه يقدر بيها ان هو يتجسس على تليفون فاني لانه شاكك فيها. ولما بيرجع انخيل من جلسه العلاج الطبيعي بيلاقي ريكاردو زميله جاي عشان يزوره، لكن انخيل بيكون متضايق منه جدا وبيقول له ان هو السبب في اللي هو فيه عشان ما كانش مركز وهو بيسوق العربيه. ولما بتحاول فاني تهدي انخيل مش بتعرف. وبعدها انخيل بيطرد ريكاردو من البيت، وبالليل بتجهز فاني عشان تروح المحاضرات بتاعتها فبيقول لها انخيل تفضل معاه وتذاكر في البيت، لكن فاني بترفض وبتقول له ان عندها مشروع مع الفرقه بتاعتها ولازم تحضر. فبيتضايق انخيل وبيطلب منها تجيب له حاجه من السوبر ماركت قبل ما تمشي. ولما فاني بتنزل بتسيب الشنطه بتاعتها في البيت. وبعدها انخيل بيستغل الفرصه عشان ياخد التليفون بتاعها وبينزل البرنامج اللي هيتجسس بيه على تليفونها. ولما بترجع فاني البيت بيكون نزل البرنامج فعلا. وبعد ما بتمشي من البيت بيقدر انخيل ان هو يتجسس على كل حاجه بتعملها عن طريق اللابتوب بتاعه. وبالليل مش بيقدر ينام بسبب صوت الكلب بتاع جاره، وبيقول له انخيل ان هو مش بيقدر ينام بالليل بسبب الكلب بتاعه. فبيعتذر له جاره وبيقول له ان هو بيروح بالليل عشان يزور مراته في المستشفى وبيضطر ان هو يسيب الكلب بتاعه في البيت لوحده. ولما بيروح البيت بيقول لفاني ان الدكتور قال له ان هو بقى احسن وانه قريب ممكن يقدر يمشي على رجله تاني، لكن فاني بتبقى مش مهتمه بكلامه. فبيسالها انخيل لو كانت متضايقه من حاجه فبتقول له ان هي هتضطر تنزل تدريب تبع الدراسه وده اللي هيخليها تقلل ساعات الشغل بتاعها والمرتب بتاعها كمان هيقل. فبيتضايق انخيل جدا منها وبيقول لها ان هي مش بتفكر الا في نفسها ومش بتهتم الا بالدراسه بتاعتها لانها عارفه ان شغلها هو مصدر الدخل الوحيد ليهم. فبتقول له فاني ان هي بتعمل كل ده عشان تحسن من مستواهم وعشان مصلحتهم هما الاثنين، وبتتضايق بعدها منه وبتمشي. فبيتضايق انخيل وبيحس انه بقى ملوش اي لازمه وبقى عبء عليها. ولما بينام انخيل بيصحى في نص الليل وبيبقى حاسس بوجع رهيب في رجله، ولما بيدور على العلاج بتاعه مش بيلاقيه وبيحاول يتصل بفاني لكنه بيلاقي التليفون بتاعها مقفول
وبيضطر ان هو يروح عشان يدور على العلاج بنفسه، وفعلا بيلاقي علبه في الدولاب وبياخد منها وبيخبيها بعدها. ولما بترجع فاني من الشغل بتلاقي انخل في انتظارها وبيقول لها ان هي نسيت تسيب له العلاج، وكمان التليفون بتاعها كان مقفول، فبتقول له ان التليفون بتاعها فصل شحن وان علبه العلاج كانت في الدولاب. ولما بتروح تجيبها مش بتلاقيها، لان انخل بيكون خباها عشان يخليها تحس بالذنب وانها مش مهتمه بيه. فبتعتذر له فاني وبتنزل عشان تجيب علبه دواء تانية. وتاني يوم بنشوف انخل وهو بيحط دبابيس في قطعه لحم وبيرميها للكلب بتاع جاره، وفعلا اول ما ياكلها الكلب بيموت. ولما بيرجع انخل البيت بيتجسس على تليفون فاني وبيسمعها وهي بتقول لواحده صاحبتها ان العيشه مع انخل بقت صعبه وانها ما بقتش مستحمله، فبتقول لها صاحبتها ان هي لازم تسيبه وما تخلوش يعملها وحش تاني. فبتقول لها فاني ان هي مش هتقدر تسيبه وهو في الظروف دي وهو تعبان، على الرغم ان معاملته ليها سيئه. ولما بترجع على البيت بتلاقي انخل عامل لها مفاجاه ومحضر لها العشاء، وهما بياكلوا بيعتذر لها انخل لو كان زعلها الفتره اللي فاتت وبسبب طريقه معاملته ليها، وبيوعدها ان هو هيبقى احسن معاها، وبيقول لها ان هو هيساعدها عشان تطور من نفسها وتكمل دراسه، وبيوعدها ان هو هيروح تاني للدكتور عشان يشوفوا موضوع الخلفه. ولما بيدخل عشان ياخد دش بتكون فاني لوحدها في الصاله، واول ما يجي لها رساله على تليفونها بتسمع صوت جاي من الاوضه في نفس الوقت، وبتروح عشان تعرف الصوت ده جاي منين، وبتنصدم لما بتعرف ان انخل بيراقبها وبيتجسس على التليفون بتاعها. فبتروح بسرعه وبتلم حاجاتها عشان تمشي من البيت. واول لما بيخرج انخل من الحمام بيلاقي الباب مفتوح، وبيعرف ان فاني عرفت اللي بيعمله وقررت تسيبه. وبعد ما بيعدي كذا شهر بيحاول انخل انه يعرف اخبار فاني، وبيعرف ان هي على علاقه مع صاحبه ريكاردو، وبيراقبهم لحد ما بيروح وراهم لمحل اطفال، وبيفهم ان فاني حامل من صديقه وبيتضايق جدا. وتاني يوم بيروح لفاني عشان يتكلم معاها، لكن فاني بترفض تتكلم معاه. فبيحاول انخل ان هو يعتذر لها وبيقول لها ان كان عندها حق تسيبه لانه كان اناني وما يستحقهاش، وبيطلب منها تسامحه وبعد كده مش هتشوفه تاني. فبيصعب عليها حالة انخل وبتقرر ان هي تروح معاه عشان توصله للبيت. واول ما يوصلوا للبيت بيقول لها انخل ان هو جمع لها كل متعلقاتها في شنطه وكمان جواز السفر بتاعها، وبيعرض عليها تطلع عشان تاخدهم. وفعلا بتوافق فاني وبتطلع معاه، وبيقول لها انخل ان هو زعلان لانها نسيته بالسرعه دي، وبيسالها لو كانت على علاقه مع حد تاني. فبتقول له فاني ان هو لازم يلاقي حد يهتم بيه بسبب حالته، وبتساله عن مكان الشنطه، فبيقول لها ان هي في اوضه النوم. ولما بتروح فاني عشان تجيبها بيهجم عليها انخل وبيديها حقنه منوم عشان تنام. واول ما تفوق فاني بتلاقي انخل قدامها وبتلاقي نفسها مربوطه في السرير. ولما بتحاول تصرخ بصوت عالي انخل بيشغل موسيقى بصوت عالي عشان محدش يقدر يسمعها، وبعدها بيقفل عليها باب الاوضه. وبيروح بعدها عشان يفتح التليفون بتاعها وبيلاقي رساله جايه من ريكاردو وبيحاول يطمن عليها. فبيرد عليه انخل كانه فاني وبيقول له ان هي قررت تبعد عنه وانها تتخلص من الطفل. وبعدها بيخرج انخل عشان يرمي الموبايل في البحر. ولما بيرجع البيت بيشيل القماشه من على بقها وبيقول لها ان هو عرف من ريكاردو انهم مستنيين طفل هما الاثنين. ولما بتحاول تصرخ فاني عشان حد يساعدها بيمنعها انخل من الكلام وبيربطها وبيديها حقنه تانية عشان تنام. وتاني يوم جار انخل بيروح له وبيطلب منه يوطي صوت الموسيقى لانه عالي جدا. فبيقول له انخل ان هو لازم يستحمل الصوت لمده يومين بس زي ما هو كان مستحمل صوت الكلب بتاعه لمده شهور. وتاني يوم انخل وهو رايح جلسه العلاج الطبيعي بيلاقي ريكاردو مستنيه بره البيت، وبيعترف له ريكاردو ان هو كان مرتبط بفاني بعد ما سابته، وبيساله لو كان شافها او يعرف مكانها لانه مش قادر يوصل لها بقاله كذا يوم. لكن انخل بيقول له ان هو ما شافهاش من زمان، وبيقول له ان هو تعبان جدا ولازم يمشي. ولما بتفوق فاني بتلاقي انخل جنبها وبتلاقيه فككها من الرباط اخيرا، لكنها بتنصدم لما بتلاقي نفسها مش قادره تحرك رجليها. فبيقول لها انخل ان هو عمل كده عشان ما تهربش منه بس، وبيقول لها ان هي هتبقى كويسه قريب. وبعدها بيشغل الموسيقى وبيسيبها تتحرك في البيت. ولما بتحاول فاني تفتح الباب بتلاقيه مقفول. وبعدها انخل بيلاقي اتصال جاي من ريكاردو وبيقول له ان هو لسه مش قادر يلاقي فاني، وبيهدده ان هو هيبلغ الشرطه، وبينصحه يقول له لو كان يعرف اي حاجه عن مكانها. لكن انخل مش بيرد على الرسائل بتاعته. وبعدها بيحضر انخل العشاء وبيقول لها ان الطفل لو كان ولد لازم يسموه انخل، ولو كانت بنت يسموها فاني. وساعتها بتستغل فاني الفرصه وبتضربه بالازازه على دماغه، وبتحاول تهرب من الباب لكن انخل بيلحقها وبيديها حقنه تانية عشان تنام. وساعتها حد بيخبط على باب البيت وبيلاقي جاره اللي بيقول له ان هو متاكد ان سمع حد بيصرخ عنده، وانه متاكد المره دي ان هو صوت فاني. فبيقول له انخل ان هو ما سمعش اي حاجه. ولما بيلاقي جاره دم على دماغه بيضطر ان هو يدخل البيت غصب عنه عشان يشوف بنفسه. واول ما يدخل بيلاقي فاني واقع على الارض، وبيقول له جاره ان هو لازم يبلغ الشرطه. لكن انخل بيضربه بالسكينه وبيخلص عليه قدام فاني. وبعدها بيتصل بواحد صاحبه وبيطلب منه يجي ياخد الجثه ويتخلص منها
مقابل مبلغ من المال. وبعدها بيعرف أنخل إن ريكاردو بلغ الشرطة عن اختفاء فاني، وبيقول لهم إن هو شاكك في أنخل وإن هو أكيد عارف مكان فاني. فبيروح أنخل بعدها لبيت ريكاردو وبيخدره بحقنة وبيخلص عليه عن طريق السم. ولما بيروح البيت بتاعه بيلاقي بعدها 2 من الشرطة جايين عشان يسألوه عن فاني، فبيقول لهم إن آخر مرة شافها كان من أسبوع لما جيت عشان تاخد حاجتها، وقالت له ان هي هتسافر لاوروبا. وبيكون انخل حابس فاني في الاوضه ومكتفها في السرير عشان ما تعملش اي صوت. وبيساله الضابط لو كان يعرف علاقه فاني بصديقه ريكاردو، فبيقول له ان هو كان عارف وانه كان فرحان ليهم جدا. وفعلا الضابط بيصدقه وبيمشي. ولما بيرجع انخل لفاني بتقول له ان هو لازم يسيبها تمشي في البيت لان نومها في السرير خطر على الجنين، فبيخليها انخل تستخدم الكرسي المتحرك زيه عشان تتحرك في البيت. ولما بيقعدوا مع بعض عشان ياكلوا بتلاقيه اشترى عربيه جديده للطفل. وبعدها انخل بيطلب منها يتجوزوا ويفضلوا عايشين سوا مع بعض تاني، وبيقول لها ان هم لازم يرجعوا يثقوا في بعض تاني. فبتقول له فاني ان هي لازم تاخد دش، وبتروح فعلا للحمام لوحدها. ولما بتدخل بتشغل حنفيه الحوض عشان يعتقد ان هي بتاخد دش فعلا، لكن بعدها بتاخد آلة حادة من الحمام وبتخبيها معاها. ولما بيجي الليل بيقول لها انخل ان هو هينزل الصيدليه وبيربطها في السرير، لكن فاني بتستخدم الآلة الحادة وبتقدر تحرر نفسها. وبعدها بتقدر تفتح الباب وتخرج، لكنها بتلاقي انخل قدامها في الاسانسير وجاي عليها. ولما بتحاول تهرب فاني وتزحف على السلم بيزحف انخل وراها، وبتحاول ان هي تضرب انخل وبتصرخ عشان اي حد يسمعها ويساعدها. وبعدها بتطلع الآلة الحادة وبتطعن انخل بيها عشان يقع من على السلم. وبعدها بمده بنشوف انخل في المستشفى وبقى مشلول تماما ومش قادر حتى يتكلم. واول ما يفتح عينيه بيلاقي فاني قدامه، وبتقول له فاني ان هي دلوقتي اللي هتهتم بيه بعد كده، وبتكون ناويه تنتقم منه بعد ما بقى مشلول بسبب كل اللي عمله فيها، وجه الوقت عشان يشرب من نفس الكاس. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وسلام.